الكواكبي من كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. عبد الرحمن الكواكبي كتب كتاب رصد فيه كيف تسقط الدول بالاستبداد، وكيف الناس الذين يصمتون عن الاستبداد طلبا للأمن يكونون أول من يذهب ويخسر. يعني يريدون الأمن بالسكوت عن الاستبداد فيذهبون جميعا. يقول: فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدين وحدهم، بل يشمل دمار الأرض والناس والديار، لأن دولة الاستبداد في مراحل. ما في دول تبقى وتدوم وهناك من يحفر في أساسها ليل ونهار، ينشر في عواميد بقائها. إن تركناه ما يهلك هو برأسه، يسقط علينا البيت كما سقط في 2/8/1990. الكويتيين يفخرون بالدستور الكويتي سنة 62، وأنا أقول لكم وأنتم تعلمون أنه لا يوجد دستور في الكويت. لا يوجد دستور في الكويت. في كتاب مكتوبة فيه مواد دستورية، لكن لا قيمة لهذا الدستور. غيرنا يقول الدستور الكويتي في مادته السادسة: نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للأمة، مصدر السلطات جميعا. وين سيادة الأمة؟ وين سيادة الأمة؟ أنا ما بتكلم عما قبل 2006، بتكلم من 2006 وأنتم جايين. كم مرة انتخبتم نواب وكم مرة حل المجلس؟ في برلمان في العالم من 2006 ل 2012 5 برلمانات. وين سيادة الأمة؟ أنا أقول لكم القاعدة التي تمضي عليها السلطة رغم أنوفنا: إن وصلتوا أقلية أبوه سرقات. وبقول لرئيس الوزراء الشيخ جابر بن بارك، اللي والله لو كان يحترم الشعب ما يقول كلامه اللي قاله في مؤتمر الصحفي، لكن هو يدري أنه ما حد يقدر يحاسبه. يدري أن المجلس الأمة الموجود هو قسم تابع للسلطة التنفيذية، لكن بإذن الله يأتي اليوم اللي يحاسب فيه. يقول: إحنا ما راح نروح للمعارضة نحب خشومهم، وكان مطلب للمعارضة أن يأتي يحب خشومنا، لكن مو هذه القضية. لكن شوفوا الإثارة و